السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة الإنجليزية للجميع، ومع حل امتحان اللغة الإنجليزية النهاردة. تعال نشوف الاختياري. أول أسئلة اللي هي بدرجة واحدة بيقول I think I can share the wisdom my father gained over his life. متهيألي إن أنا دلوقتي أقدر أستفيد من الخبرة اللي اكتسبها أبي على مدار حياته. عندنا الفعل gain يعني يكتسب، بتيجي مع الحاجات المعنوية زي gain knowledge gain wisdom gain friends إلى آخره. رقم 2، نجيب محفوظ was an influential writer يعني كاتب ذو تأثير. مين اللي اتأثر به؟ many young authors were affected by his style. ناس كتير من الشباب الكتاب استفادوا من الأسلوب بتاعه في الكتاب. 3، The elder brother usually takes responsibility for his young sisters. يبقى الأخ الأكبر بيتحمل مسؤولية إخواته البنات الأصغر منه. عندنا الفعل take مع responsibility يعني يطلع بالمسؤولية أو يحمل المسؤولية. رقم 4، being very ill he needed an urgent operation. هنا بدأنا ب والاي ان جي بدل ما اقول because he was ill. فبما ان الفاعل واحد في الجملتين اللي هو هي، بحذف الفاعل وبحذف الزمن بتاعي وبخلي الفعل الاساسي هنا مضاف له اي ان جي، طبعا رجعه للمصدر. يبقى بدل ما اقول because he was ill هقول being very ill. رقم 5، the village has organized a public forum. القرية نظمت حاجة كده عامة to discuss its problems علشان يناقشوا المشكلات بتاعتهم. The synonym of the word forum، كلمة forum معناها ندوة، يبقى معناها ايه؟ هينظموا ايه؟ أكيد meeting اللي هو اجتماع. الجملة اللي بعد كده they live in a picturesque villa by the Nile. عايشين في فيلا رائعة على النيل. The antonym of the word picturesque is ugly. طبعا قلنا picturesque يعني رائع خلاب جميل، وعكسها كلمة ugly قبيح. My brother is a or an doctor. يبقى هو ايه؟ دكتور متخرج ولا لسه؟ He will get his degree next year. ده لسه يتخرج السنة الجاية، يعني دلوقتي في مرحلة الامتياز، يبقى نسميه تريني متدرب. الجملة اللي بعد كده رقم 8، The man with a long mustache was، الراجل اللي كان شنبه كبير كان ايه؟ frightening مخيف. طيب ازاي عرفنا ان هو مخيف ومش خايف؟ The little boy الولد الصغير ran away when he saw him. يبقى قلنا الصفة اللي اخرها اي ان جي دي بتدل على الفاعل، الصفة اللي اخرها اي دي بتدل على المفعول. فهنا الراجل دوت طالما ان هو اللي صدر عنه الخوف مش اللي تأثر بيه، الولد بقى هو اللي نقول عليه frightened، انما الراجل نفسه هيبقى frightening. رقم 9، a brilliant worker has come up with. يبقى في كده عامل، بس عامل ذكي قوي، قدر ان هو يتوصل ل a great idea، فكرة رائعة for increasing the factory productivity، لرفع وزيادة انتاجية المصنع. رقم 10، the journey took longer than I expected. استغرقت الرحلة وقت أطول مما أنا توقع. so I got very tired، عشان كده أنا تعبت جدا. 11، to start the conclusion، الأسئلة دي بقى بدرجتين. to start the conclusion paragraph عشان نبدأ الباراجراف الختامي. you can use، طبعا بنستخدم كلمات بتدل على الخلاصة اللي هو to sum up يعني الملخص. رقم 12، your car was sold to. عايز يقول ان عربيتك الناس فاكرة ان هي تم شرائها، يعني مبنية للمجهول هنا by a fortune. بنتكلم هنا عن بناء المصدر الماضي للمجهول، يبقى بنبني المصدر التام. المصدر التام ده اللي بيعبر عن الماضي اللي هو have والتصريف التالي. هنبني للمجهول يبقى have been والتصريف التالي. يبقى your car was thought to have been bought by a fortune. رقم 13، after أحمد has filled in the application form، بعد ما أحمد ملأ الاستمارة بتاعته، he will هيعمل ايه؟ he will be interviewed، برضه هيتم ايه؟ إجراء مقابلة معاه. يبقى أحمد في الجملة الأولى كان فاعل has filled، مضارع تام عادي خالص أهو عشان الرابطة after، ولكن في الجملة الثانية أحمد مفعول هو اللي هيخضع للإيه؟ للمقابلة، يبقى he will be والتصريف الثالث interview. Number 14، I like reading Shakespeare's plays. بتعجبني قوي
إن أنا أقرأ مسرحيات شكسبير. This means I like reading plays. بقرأ أنهي مسرحيات written by Shakespeare. طبعا هنا الجملة الأخيرة هي الصحيحة. ليه؟ لأن أنا بقول الجملة الأولى كاملة I like reading plays، عايز أوصف البليز ديت، يبقى يا إما أوصفها بجملة كاملة وأقول which were written by Shakespeare، يا إما أعتبر إن written دي تصريف ثالث حلت محل مين؟ which were written، ونعتبرها إن هي صفة. يبقى أنا بيعجبني أوي قراءة المسرحيات التي تم تأليفها بيد أو على يد شكسبير. دي كانت أسئلة الاختياري الأولى. الفقرة الثانية وهي فقرة القطع، وعندنا قطعتين طبعا، قطعة بتحكي حدوتة وقطعة بتحكي حاجة علمية. القطعة اللي بتحكي حدوتة بتحكي حدوتة متوارثة وعارفينها، كانت موجودة عندنا زمان في المناهج بتاع اللغة الإنجليزية على أولى إعدادي، وهي قصة الولد اللي كان بيرعى الغنم لأصحاب قرية معينة، والولد دوت حاسس بالزهق فبدأ ينادي الحقوني الحقوني في ذئب. مرة الناس صدقته، وأول مرة صدقوه وقاموا يجروا عشان يحموا قطيع الغنم، إلا إنهم ملقوش ذئب، فطبعا كانوا زعلانين جدا ومشيوا. المرة التانية برضو عمل نفس الحكاية، وبرضو الناس جم وزعلوا ومشوا وقالوا له وفر إن دوت لأحسن يجي فعلا ذئب حقيقي. طبعا الولد ما كانش متخيل ان في ذئب ممكن يهجم عليهم فعلا، ولكن في يوم من الايام والمره الثالثه هجم فعلا ذئب، قعد ينده الحقوني الحقوني، محدش طبعا عبره. وفي النهايه في اخر اليوم طلعوا عشان يشوفوا الولد، ما رجعش ليه بالاغنام بتاعتهم، ليه قاعد يعيط وبيقول لهم كان في ذئب وانا ندهت عليكم ومحدش رد عليا، وعشان كده الذئب خلص على القطيع. تعال نشوف الأسئلة اللي على القطعة. أول سؤال من أسئلة القطعة بيقول the moral lesson of the story is that. إيه الاستفادة من القصة؟ طبعا الاستفادة إن people never trust liars، عمرهم ما بيثقوا في أي حد كذاب، حتى ولو if they are telling the truth. في مرة من المرات خلاص طالما الناس عهدت عليك الكذب يبقى خلاص مش هيصدقوك مرة تانية. الجملة التانية eventually the lies of the boy led to. في نهاية الأمر الكذب اللي هو عمله في الأول دوت أدى إلى إيه؟ breaking trust with the villagers، أدى إلى إن هو الجماعة القرويين أصحاب القرية دول فقدوا الثقة فيه، خلاص مش هيصدقوه مرة تانية. السؤال الثالث according to the incidents، بناء على الحوادث أو الأحداث اللي كانت في القصة، the boy was، الولد كان إيه؟ a member of the same village، وهو طبعا من نفس القرية. تمام. الجماعة اللي هم أصحاب القرية عندهم أغنام، فقالوا له أنت ترعى الأغنام ديت وتخلي بالك منها. الجملة اللي بعد كده the boy was in a critical situation، كان في موقف حرج في نهاية طبعا القصة. ليه؟ because he couldn't protect the sheep from the wolf، ما قدرش يحميهم من الذئب. الجملة اللي بعد كده the sentence that can summarize the story is. ايه ملخص القصة؟ زي المغزى بالظبط. the little boy lost his sheep due to his lies، يبقى خسر كل الأغنام بسبب الكذب بتاعه. The boy was really a little، الولد كان حقيقة ايه؟ a little shepherd، هو راعي صغير، راعي غنم وصغير في السن. The suitable title of the story is، ايه العنوان اللي ممكن نضعه لهذه الفقرة او لهذه القصة؟ The boy who is cried wolf، الولد اللي قال ذئب. القطعة الثانية كانت قطعة علمية، اتكلمت عن مرض الرعب أسمى، اتكلمت عن تاريخه الطويل وازاي الناس كانت بتعالجه زمان، اتكلمت عن المسببات بتاعته، اتكلمت عن الأعراض بتاعته، واتكلمت عن ازاي نقي نفسنا منه، وكمان اتكلمت عن امتى الأعراض أو الناس اللي عندها المرض دوت بتسوء عندهم أو بتظهر عندهم الأعراض دي، طبعا بتبقى بالليل يعني. تعال نشوف أول سؤال معانا. according to the passage asthma is a chronic disease. chronic disease يعني مرض مزمن، يعني مع الإنسان ما بيخفش، زي مثلا مرض السكر والحاجات دي، يعني ملوش علاج يعني.
رقم 24 which of the following sentences can summarize the first paragraph. أول باراجراف ممكن نلخصه في الجملة ديت over its long history على مر تاريخه الطويل. asthma has had different treatments. الناس استخدمت أنواع مختلفة لعلاج الربو. رقم 25 according to the passage بناء على الفقرة all of the following can be causes. asthma ماشي، ممكن الحاجات ديت كلها تكون من أسباب الأزمة except باستثناء هربس اللي هي الأعشاب. رقم 26 the main idea of the passage is الفكرة الرئيسية هنا في الفقرة asthma is an old disease ده مرض قديم with different symptoms and causes له أعراض مختلفة وأسباب مختلفة. 27 asthma as a disease الربو كمرض can be controlled as long as people keep away from its الناس تبتعد عن ايه؟ لو احنا هنتحكم فيه. طبعا احنا قلنا ان ده ملوش علاج، لكن ممكن نتحكم فيه لو بعدنا عن its triggers. استخدموا الكلمة دي trigger معناها الزناد بتاع البندقية، هو استخدمها هنا معناها المسببات، الحاجات اللي بتهيج الربو. رقم 28 fever is not considered one of asthma's symptoms. fever اللي هي الحمى مش من أعراض الأزمة. طبعا أعراض السعال وضيق النفس والكلام دوت، لكن السخونة مش من أعراض. 29 people who suffer from asthma الناس اللي بيعانوا من المرض دوت can be more relieved from its symptoms. امتى هيبعدوا او الاعراض دي مش هتبقى شديده عندهم؟ طبعا قلنا at midday وهم صاحيين، لان الاعراض دي بتكثر اكتر في وقت وقت النوم. اخر جمله معانا a person with asthma is in a contaminated environment. لو واحد عنده أزمة ومتعرض للتلوث لان البيئه بتاعته كلها تلوث، هيعمل ايه؟ must wear a face mask لازم يلبس ماسك to avoid its symptoms عشان يتجنب الأعراض. دي كانت نروح لسؤال الترجمة، والترجمة من English لعربي. for millions of years عبر ملايين السنين extinction among animals انقراض الحيوانات was a natural process كانت عملية طبيعية. it was part of the process of evolution وكان جزء من عملية التطور. but now it occurs due to human activities لكنه الآن بيحدث بسبب نشاطات الإنسان. الجملة الثانية human beings الإنسان أو البشر should be satisfied with what they have يجب عليهم الرضا بما في أيديهم والحاجات اللي هم عايشين بيها. as the value of many things لأن قيمة كثير من الأشياء اللي هم يمتلكونها is only known when they are lost ما بيعرفوش قيمة الحاجات دي إلا عندما يفقدونها. نروح للأسئلة اللي هي ترجمة من عربي لإنجليزي. لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في إبعاد الكثير من الناس عن بعض أقاربهم، لذلك تعتبر المناسبات الاجتماعية فرصة جيدة لتجمع الأقارب سويا. يبقى social media have played a negative role in keeping a lot of people away from their relatives, so social occasions are considered a good opportunity to bring them together. الترجمة الثانية نروح للأسئلة اللي هي ترجمة من عربي لإنجليزي. لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في إبعاد الكثير من الناس عن بعض أقاربهم، لذلك تعتبر المناسبات الاجتماعية فرصة جيدة لتجمع الأقارب سويا. يبقى social media have played a negative role in keeping a lot of people away from their relatives, so social occasions are considered a good opportunity to bring them together. بما يسمعه أو يراه من سلوكيات سيئة مهما كانت طبيعة هذه المؤثرات. It's difficult for youth who were brought up on good morals to be affected by the bad behaviors they hear or see, whatever the nature of these effects are.
آخر أسئلة معانا وهي أسئلة القصة، طبعا سؤالين عليهم درجتين. السؤال الأول بيقول some incidents، بعض الأحداث اللي بتقع في حياتنا can be a turning point in people's lives، دي تبقى نقطة تحول يعني بتغير حياتهم تماما. in the light of this sentence، في ضوء هذه العبارة illustrate giving two examples about them، ادي مثالين لحياة بيب وايه النقاط او النقط اللي كانت فيها تحول في حياته. طبعا حياة بيب اتحولت بنقاط كتيرة جدا، لعل من ابرزها when he made the convict، طبعا في اول القصة، واللي كان بقى ليها تأثير ان هو بعد كده هيخصص له الفلوس. هو helped him to be a gentleman. الموقف الثاني when he visited Miss Havisham، وقابل طبعا استيلا هناك، وقدرت استيلا ان هي تكسر قلبه، ومن ساعتها قرر ان هو يغير حياته وما يرضاش بالحياة اللي كانت مرسومه له كبلاك سميث. والموقف الثالث when he received news about the mysterious benefactor who provided him with money، طبعا بدأ يتغير تماما وبدأ يعرف الحقيقة، وبدأ يحاول ان هو يحمي الراجل اللي ضحى له بالفلوس دي. ومواقف تانية طبعا كتير. But I don't want to look after you، ده الموقف ده طبعا من أول القصة في تحديد القصة. It's bad enough being a blacksmith wife، مش كفاية إن أنا متجوزة واحد شغال في مجال الحدادة. How did these words reflect Mrs. Jo's feelings towards her family؟ mention 2 points، طبعا زي ما احنا قلنا السؤال ده من بداية القصة، ان قد ايه الست ديت لا هي زوجة صالحة ولا هي اخت بارة باخوها، وقد ايه ان هي كاره حياتها، دايما كومبلين بتضرب الاتنين. يبقى Mrs. Jo's words reflect her negative attitude towards her family. He didn't want to take responsibility زي ما احنا قلنا، and her dissatisfaction، وعدم رضاها with her own life، سواء كان as a wife or as a sister. آخر سؤال معانا، وده طبعا غريبة ان هو يجيبه النهارده، طبعا احنا كنا متوقعين اساي وهيكتب كم كبير، الا انه فاجئ الجميع وقال رايت 6 لاينز، 6 سطور بس. وموضوع يعني ماهوش يعني الاستيك شويه. How can you develop yourself to meet the challenges of the future؟ ازاي ممكن تطور من نفسك علشان تواجه تحديات المستقبل؟ اتمنى للجميع طبعا التوفيق. تقييم الامتحان جميل، يعني مش هنقدر نقول ان هو صعب، لكن طبعا مش سهل. يبقى الامتحان كامتحان ما هو صعب، تمام؟ لا ده امتحان لغة، وخصوصا ان معظم الدرجات بتاعته مش مبنية على منهج، يعني عندنا باستثناء طبعا حتى اسئلة الاختياري اللي على الكلمات والجرامر، ان الكلمات برضو بعدت عن معظم الكلمات اللي كانت موجودة عندنا في المنهج. لكن والجرامر برضو ما هوش يعني ما شملش اجزاء الجرامر قوي اللي احنا درسناها. ما محتاج طالب يكون بيفهم لغة. طبعا القطع طبعا عندنا محتاجة ان الولد يقرأ كويس، واللغة برضو اللي مكتوبة بها القطعة مش سهلة، سواء القطعة العلمية أو حتى القطعة القصصية. عندنا الأسئلة اللي عليها درجتين لا مش صعبة، يعني هي ركزت طبعا أو خدت منحى الجرامر بالنسبة للجملتين إن هما مبنيين المجهول. طبعا دي برضو مش يعني المفروض كان نوع، يعني مثلا جملة مبنية للمجهول، جملة تانية كانت تبقى مثلا على المباشر وغير المباشر أو أي حاجة تاني، لكن هو يعني حصرهم على الجزئين دول. لكن سؤال الرايتنج طبعا اللي هو الخاص بالكتابة اللي هو الكونكلوجن ده سهل جدا وكل الناس طبعا عارفاه، وإن كان هو برضو عمل مواراه كده إنه قال لك تو ستارت، ما قالش الكونكلوجن على طول، قال تو ستارت ذا كونكلودنج باراجراف. فطبعا برضو ممكن طلبة اللي هي يعني مش تقدر تترجم السؤال كويس ممكن تتلخبط عشان كاتب تو ستارت ويز. فبرضو يعني الأسئلة ما كانش اللي هي بالسهولة الكافية. نقدر نقول الامتحان لا مش مستوى الطالب المتوسط، يعني الطالب المتوسط
لا، مش هيجيب بالدرجة اللي هي كان يأمل فيها. لا، الامتحان محتاج طالب متقدم فوق متوسط عشان يقدر يجاوب على معظم الأسئلة اللي كانت في الامتحان. بتمنى طبعا للجميع التوفيق، وأشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على السنة الجاية إن شاء الله، وبداية المنهج السنة القادمة 2024. ويا ريت لو ما اشتركتش في القناة تشترك معانا في القناة، خصوصا الناس طبعا اللي لسه داخلة تالتة ثانوي. فعلت الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير، وإلى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.